السلام عليكم. رجعنا تاني بفلوج جديد. النهاردة 31/5/2026. فهنعمل لكم فلوج إن شاء الله بإذن الله. هيكون فلوج أول يوم امتحاني يوم 2/6، 2/6/2026 طبعا، اللي هو بعد بكرة. يعني النهاردة الحد، فاضل يومين على امتحاني. المفروض إن أنا أكون قاعد بذاكر يعني. ف... فانا قررت يعني ان انا اوثق اللحظه دي. تمام، مش هعملها عشان خاطر مثلا ريتش او ايا كان. انا هعملها بس توثيقا عن الحاجات دي، يعني الواحد لما بيبقى فتره الامتحان بيبقى في ستريس، بيبقى في حاله ضغط نفسي وكده طبعا زي ما انتم فاهمين. فانا قررت ان انا اوثق اللحظه. يعني الفلوج يكون ضامن ان انا وانا قاعد بذاكر او كده. طبعا بيكون في المونتاج هيكون ده كله متظبط من حيث الايديتور وكده، ان انا معايا ايديتور وكده. فمش هيكون طبعا فيديو طويل، فان شاء الله يكون فلوج ممتع. خليكم معايا، يلا بينا. في القرآن طالوت قائد الجيوش بيقول لجنوده أثناء الزحف: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. ربط الانتصار في المعركة بالانتصار على النفس. من شرب منه فليس مني. رغم العطش ما تشربوش. إذا اشتد بيكوا العطش قوي، حسب الواحد غرفة كده يغرفها من النهر. فكانت النتيجة إيه؟ فشربوا منه إلا قليلا منهم. وهؤلاء هم القليل في كل عصر. شعارهم: نقاوم ما نحب ونتحمل ما نكره. نقاوم ما نحب ونتحمل ما نكره. كلمتين دول هم كل الدنيا. الدنيا كلها في الكلمتين دول: نقاوم ما نحب ونتحمل ما نكره. الدنيا هي النهر اللي بيجري تحت رجلينا، وكل واحد منا بيغترف منه. واحد بياخد على قد كفافه، وواحد بيشيل ويحمل. فشربوا منه إلا قليلا منهم. هؤلاء القليل هم اللي ربنا خلق الدنيا عشان يفرزهم. يفرز هؤلاء القليل من الكثرة. خلق الدنيا عشان يفرزهم، وعشان يفرد لهم جنات كرمه في الآخرة، لأن هم دول أهله الذين هم أهله. أما الباقي فهم حطب الشهوات في الدنيا وحطب النار في الآخرة. وربنا يجعلنا ممن يقاوم ما يحب ويتحمل ما يكره. طبعا رجعنا تاني طبعا، وحابب اقول لكم اللي احنا بدينا اليوم. يعني انا ابتديت اليوم باذكار الصباح، هي زي ما موجوده على الشاشه، للشيخ العفاسي. تمام، عاوز اقول لكم جميله جدا، انصح ان انتوا تجربوها. يعني اذكار الصباح جامده. دي اول حاجه طبعا ببتديها في يومي، ان انا اسمع اذكار الصباح واقولها. تمام، وبعد كده ان شاء الله نخش اول يوم، ان هو اول يوم عليه امتحان يوم الثلاث، موافق 2/6، عليا قران كريم. المفروض ان انا هقعد احفظ يعني وكده. انا مش هحفظ، هقعد اراجع لان انا حافظ يعني اوريدي، انا حافظ. فالمفروض ان انا هقعد اراجع. تمام، وبس يعني خليكم معايا، وان شاء الله يبقى الفلوج فيه كام حاجه كده تعجبكم ان شاء الله باذن الله. يلا بينا. عزمت فتوكل على الله سبحانه وتعالى، إن الله يحب المتوكلين. بنتكلم على الفائزة
يعني شرطيه، شرط لازم تقرر، انت تقرر ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فكل جواك وفي انفسكم افلا تبصرون، ده انت جواك الصوره الذاتيه والتقدير الذاتي وتحقيق الذات والثقه في النفس والمثل الاعلى الذاتي والقيم والاعتقادات والقدرات، كله جوه. فتبص تلاقيه لما تقعد تدعي يا رب غيرني، ما ينفعش كده، لازم تاخد الاول بكل الاسباب. عشان كده فاذا ان الله لا يغير ما بقوم، لازم تاخد، لازم تقرر. القرار انك تقرر زي ما قلنا المره، يعني تقرر انا قررت انجح. زمان وانا صغير قررت انجح، ليه ما تكونش متميز؟ ليه تقعد تشتكي طول النهار تقول ما فيش شغل؟ هقول لكم حاجه، قررت دي. انا كنت في بلد من البلاد الخليجيه، وكنت في برنامج تلفزيوني، واحد كلمني كنا على الهواء، قال لي يا دكتور فنشوني، هناك عندهم فنش وبلش. قلت له طب وبعدين فنشوك ليه؟ قال ما اعرفش. هو انت اتفنشت كده وخلاص ما تشتغل هيفنشوك تاني؟ قال لي عايز اعرف انت تعرف لغات؟ قال لي مش بطال. اخلاقك عامله ازاي؟ قال لي بيقولوا عليها عصبي. ايه تاني؟ بيقول عليها كسلان. حسن دول قبل ما تدور تاني. يبقى لازم تحسن نفسك، اتعلم من التحدي، اظبط نفسك فيه، ارجع تاني. زي ما انا بسميها ماسيف اكشن، يعني بتوصل لمرحله تحط نفسك في الفعل. في كام شركه موجودين عندك هناك؟ قال لي ما اعرفش بس كتير. شفتهم كلهم؟ قال لي لا. واكتر من مره؟ قال لي لا. شوفهم كلهم واكتر من مره لغايه ما يزهقوا منك ويبلشوك. هلو، رجعنا تاني. طبعا دلوقتي الساعة 10. طبعا خلصت بعد ما ذاكرت يعني. تمام. نمت. والمفروض ان بعد ما نمت قمت الحمد لله صليت، وبعد كده اكلت، وبعد كده بقى قعدت ذاكرت تاني. بس ما صورتش يعني لان كنت عاوز اذاكر. بعد كده نزلت صليت بقى العشاء. المفروض كنت اصلا اخد التليفون معايا واصور تحت لان الجو تحت جامد. الجو تحت جامد بجد. بس ما نسيت. فدلوقتي الساعة 10، والمفروض يعني إن خلاص إن يوم اللي هو 31/5 ده كده خلاص اليوم خلص. لسه هنصور بكرة تاني لأن هو هيكون فيديو داخل في بعضه. هيكون طبعا متقسم أجزاء. تمام. فبس يعني المفروض بقى دلوقتي إن أنا أقعد على البي سي عشان خاطر ورايا شغل. تمام. فممكن أوريكم كذا كذا لقطة من اللقطات اللي أنا كنت شغال فيها على البي سي، لأن أنا بصور وأنا قاعد دلوقتي على السرير. فبس يعني، والصراحة متحمس جدا ومبسوط إن أنا صورت الفيديو أو صورت الفلوج ده. يكون إن شاء الله بإذن الله يكون فلوج جامد. حتى وأنا بصور يعني، وأنا بصور أنا اللي بصور وأنا اللي بمنتج، بكون قاعد أنا الحمد لله حابب الحاجة دي. فأنا حتى وأنا قاعد بمنتج الفيديو بكون مبسوط لأن أنا حابب التصوير وحابب المونتاج وحابب الفايبس والجو ده والحاجات دي. فبس يعني، وخليكم معايا. اشتغل. سافرت على كندا، كلمني هناك، مش عارف اشكرك ازاي، انا بلشت اكني قلت له معجزه. طالما اخدت بالاسباب صح وتتوكل على الله سبحانه وتعالى، ان الله لا يجرى اجر من احسن عمل. افتكر كده، ربنا سبحانه وتعالى مش ممكن يضيع اجرك اطلاقا، بس لازم تاخد بالاسباب الاول. قرر معايا الاول، وبعدين اعرف قدراتك اللي محدوده. ربنا خلقك في احسن تقويم، سخر لك السماء والارض وما بينهما. ده انت ما عندكش فكره عن معجزاتك عامله ازاي. فدي ما تبقاش اكتئاب ولا احباط، دي قدرات. خد القدرات دي وبعدين اعرف امكانياتك وحسن فيها. المكان التاني. طبعا انا ماشي بصور من غير ستاند، من غير ستاند ولا من غير اي حاجه، بسبب ان انا نسيت الستاند في البيت. تمام. بس اتمنى الصوت يبقى واضح، يعني كده كده اخويا شالي بيقول هيظبط الكلام مع فلتر، مع فلاتر وكده، هيظبط الكلام يعني، من حيث موضوع ايه، من حيث موضوع المايك. تمام. فالمهم يعني النهارده 2 اللي هو 2/6. انا امبارح المفروض امبارح اللي هو كان يوم واحد ما صورتش اصلا. يعني امبارح كان يوم 1/6، اول يوم في الشهر ده ما صورتش فيه حاجه الصراحه، يعني إن ما كانش مزاجي، ما كانش رايق الصراحه. ف... فبس يعني انا كده كده اصلا نازل دلوقتي بصور من غير ستاند ولا من غير، المفروض كنت اصور بمايك وستاند، بس ما فيش، ما ايه، ما كانش ليا مزاج ان انا اصور بكاميرا، بجيب ستاند. تمام. والمايك بقى وكده وحوارات. تمام. ان المايك وايرلس، فبرضه بياخد من شحن البطاريه. تمام. فقلت كده عادي اصور، جبت سماعه. تمام. وبصور اهو زي ما انا. فبس طبعا بنحترم حقوق الملكيه عشان الناس بس اللي متضايقه، اتمنى الصوت يبقى واضح. تمام. فبس، فالمهم يعني دلوقتي انا يعني الساعه دلوقتي كام؟ الساعه 7:30. المفروض دلوقتي انا رايح الامتحان، ويعني فاهم. وبرضه ما رضيتش اجيب موضوع المايك
الميكروفون والستاند، لان برضو الشباب يعني هناك هيقعدوا بقى يقولوا انت بتصور، والدكاتره انت بتصور وبتصور ايه وبتعمل ايه. فكده ايه من السكات انا حاطط سماعه تمام وبصور بيها ايه، بصور بيها عادي، فمحدش ايه واخد باله تمام. فبس فيلا بينا، انا متحمس جدا وفي نفس الوقت متوتر وقاعد براجع عشان خاطر بالظبط ساعه ونص او ساعتين وهكون في اللجنه. فحرفيا شعور ما انصحش بيه اي حد ان هو يجربه يعني. متوتر قوي بس عادي يعني، كله مجرد جاست احساس. فيلا بينا، خليكم معايا شباب. رجعنا من تاني تمام. فأتمنى صوتي يبقى واضح. دلوقتي انا وصلت الساعه دلوقتي 7 8 يعني 8 ل 10 دقايق، كالعاده بوصل بدري يعني، حاجه معتاده تمام. فبس يعني وصلت اهو، والمفروض ان انا دلوقتي خلاص يعني. احسن حاجه ان انا مش واخد ستاند، مبسوط جدا ان انا مش واخد ستاند، بصور بالسماعه، والسماعه دي فيها مايك بسم الله ما شاء الله جامد يعني، والسماعه نضيفه. فبس وصلت اهو. طبعا لو دخلت الجامعه ممكن اجيب لكم لقطات ابقى اشوف كده ايه، انا اعرف كام حد يعني، مش عارف اعرف كام حد في الدفعه، ممكن ابقى اصور كذا لقطه معاه تمام وننزلها. والصراحه متحمس وفي نفس الوقت قلقان، لان انا طول ما انا قاعد في المواصلات لما انا قلطعت يعني كنت قاعد براجع. لما انا خلصت السلام عليكم الراجل ماشي مستغرب انا بعمل ايه يعني، مستغرب انا ايه اللي انا بعمله ده، يقول لك ده بيتكلم نفسه الراجل. قطعت التصوير عشان خاطر فيه كده يعني راجل طيب هنا، يعني من الناس المحترمه. طبعا انا مش هجيبه، او انا مش حابب ان انا اقول يعني، لان دي حاجه بيني وبين ربنا. بس يعني انا بشوفه هو بيديني طاقه وبيديني حماس، وفي نفس الوقت بيزعلني يعني، فاهمين. فعاوز اقول لكم يعني والله العظيم انا لو ينفع اديله كل اللي في جيبي وامشي من غير فلوس هعملها يعني. المشكله ان هو راجل يعني فاهم. ما علينا يعني، ما علينا، خلينا في موضوعنا تمام. انا دلوقتي المفروض ان انا يعني داخل الجامعه تمام. وبصوا الدنيا زحمه موت، هوريكم برضو ايه، هقلب لكم الكاميرا اوريكم ايه الدنيا. بصوا الدنيا عامله ازاي، ثواني. دخلت الجامعه تمام، ويعني حصل موقف جميل. انا هقعد بس جوه، هقعد هناك عشان خاطر اعرف اصور ايه. عاوز اقعد بعيد حته ما يكونش فيها حد غيري تمام. دخلت هحكي لكم دلوقتي، لو كان معايا الستاند كنت ثبته وكنت قلت، بس عادي عادي، كده كده ماسك التليفون بايديا. بس المهم ان المشكله الشمس، نقعد في حته ايه يعني بجانب الشمس يعني. بصوا ثواني، تقريبا هنا فيو جامد اهو. فبس فدخلت جوه من بوابه الامن، فهم عارفيني يعني، هو عشان انا كنت بروح كل يوم الجامعه، فهم ايه عارفيني. فاول ما دخلت بطلع الكارنيه او البطاقه، قال لي خش خش خش. فبجد يعني ناس محترمه، الامن فوق دماغي فوق. آه، دي اصلا مكان اصلا اندونيسيين بيقفوا فيه، بيبقوا جايبين مايك وفي ناس فيهم بيصور، او معظم 90% من الناس بتصور، بيقفوا وبيعملوا ايه، وبيصوروا بيعملوا لقاءات، بس طبعا بالاندونيسي. ف بعرف اتكلم اندونيسي شويه، باقي ما انا كماربو كلام يعني كام كلمه كده حافظها وبس. وطبعا دي مستشفى الجامعه، مستشفى الطلبه بنين تمام. عاوز اقول لكم مستشفى نظيفه جدا اهي، مستشفى الطلبه بنين اهي، هي دي اللي على اليمين دي. عاوز اقول لكم جميله جدا جميله جدا، مستشفى نظيفه. ومعايا الكارنيه بس انا ما جبت معايا اللي هي الكراسه الصحيه، بس انا ما جبتهاش. بس عادي يعني، كده كده محدش مهتم، محدش مهتم. فبس تمام. بس دي الكليه بتاعتنا. اوريكم هقع كادر هنا، اوريكم ايه المنظر بتاعنا. بصوا يا شباب، دي اهي يعني اهو، دي الكليه بتاعتنا. جو جامد الصراحه. هلو هلو everybody تمام. رجعنا الساعه دلوقتي 11 يعني، الساعه 11 كده، لسه خارج من اللجنه حالا بالا. فبصراحه يعني هو الامتحان كان جاي جامد يعني، الامتحان كان جاي جميل. بصراحه يعني الامتحان كان جاي بصراحه تحفه، ومنتهى الطالب اللي حافظ او اللي مذاكر. لو حد مش مذاكر مش هيحافظ يعني. هو الفكره في المضحك في ايه بقى، ان هو امتحان ده نفس امتحان ثالثه ثانوي بتاع القران، ده هو امتحان ثالثه ثانوي بتاع القران، فاهمين.
يعني حاجه كده. بس انا الحمد لله حليت، يعني الحمد لله انا خارج لغايه اخر الوقت، قعدت ساعتين كاملين، يعني ده قران، فالحمد لله ما هبتش يعني، فبس.